تعاني دول آسيا الوسطى من وجود بعض الجماعات المتطرفة التي تحاول زعزعة الاستقرار فيها وجذب شبابها إلى طريق التشدد والعنف. جامعة نور مبارك تعتبر منبرا عربيا محوريا يقوم بتقديم صورة الإسلام الوسطي المعتدل لشباب كازاخستان. مفادنا رمزي حسين عاش يوما من أيام هذه الجامعة. لا يجوز أن نقول حاضر الطلاب إلا ونسكت. جامعة نور مبارك تنشر النور في آسيا الوسطى. أنشئت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في مدينة ألماطا بكازاخستان بمبادرة مشتركة للرئيسين المصري حسني مبارك والكازاخستاني نور سلطان نزربايف، وذلك لحاجة دول آسيا الوسطى إلى بعث الإسلام الوسطي المعتدل وحماية شبابها من الانحراف والتطرف. الجامعة جاءت برغبة من الجانب المصري والقازاقي معا، فخامة الرئيس نور سلطان نزربايف مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك. بدأ التفكير في إنشاء الجامعة في سنة 97 والدراسة بدأت في سنة 2001. وتمنح الجامعة المصرية شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات عدة، وتخطط لاستحداث درجة الدكتوراه في المستقبل القريب. عندنا حاليا قسم الدراسات الإسلامية، تخصص الدراسات الإسلامية وتخصص اللغتين العربية والإنجليزية وتخصص علم الدين أو مقارنة الأديان. يترأس الجامعة الجانب المصري، كما يوفد حوالي 20 أستاذا مصريا للتدريس بها، وتتحمل وزارة الأوقاف المصرية تكاليف المباني وإفاد الأساتذة المصريين، بينما خصص الجانب الكازاخستاني الأراضي اللازمة للمباني. هناك دور تقوم به الجامعة، دور في الحقيقة كبير جدا، فهي تخرج الكوادر الدينية التي يحتاجها المجتمع القازاقي للتوجيه الديني والإرشاد في المساجد، وكذلك أيضا دور ثقافي كبير، فهي تقوم بتدريب الأئمة في كل كازاخستان. الرئيس نور سلطان نزربايف قال في كثير من مواقفه إن جامعة نور مبارك أمان للشعب القازاقي، لأنها تحمي هذا الشعب وهذا البلد الطيب من التطرف ومن الأفكار المتطرفة التي تنشأ وسط الفراغ الديني. الجامعة تحرص على تعليم طلابها الإسلام الوسطي المعتدل طبقا للمذهب الحنفي السائد في كازاخستان. الطلاب هنا يدرسون يتعلمون دين الإسلام، ما هو الدين وما فائدته. هم أكثر الطلاب يكونون أئمة في المستقبل. تشهد جامعة نور مبارك إقبالا كبيرا من قبل الطلاب المحليين، حيث بلغ عددهم هذا العام 600 طالب، وهو ما تطلب إنشاء مبنى جديد ليحتوي الطلبة المتزايد على الدراسات الإسلامية في البلاد. شارع الفارابي يحتضن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، والتي تستمر في القيام بدورها التاريخي تجاه مسلم العالم. رمزي حسين، روسيا اليوم، ألماطا، كازاخستان.